ارسال لي انا لوحدي. انا مليت الخبر لوحدي. خبر ايه؟ الاهلي ما كانش حد يعرف النتيجه ولا مصر تعرف. ما كانت بتبقى صعبه. طيب خلينا نعرف بقى قرار لجنه الانديه اللي هو يوم السبت. بس انا لسه الخبر بتاعي ما قلتوش، نقوله بعد شويه. طيب كابتن حسن شحاته كان بيسال معانا رئيس لجنه الانديه سياده المستشار مرتضى منصور. مساء النور يا مرتضى بيه. مساء الخير مدحت. مساء الخير يا كابتن حسن. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الفل يا سياده المستشار. يعني انا قلت الخبر ده يا سياده المستشار لان انا استغربت، لان امبارح او اول قريت ان الاهلي اعتذر، والنهارده قدامي اهو ان المقاولين العرب كمان اعتذر، فانا مش عارف ليه. لا بس انا عايز اقول للاستاذ محمود معروف. سامعني يا استاذ محمود؟ سامعك يا باشا. استاذ محمود، انت عايز تشتغل شغلانه ثانيه غير ناقد رياضي؟ الايه؟ البنك الاهلي بيمول، عايز تشتغل شغلانه ثانيه غير ناقد رياضي البنك الاهلي؟ ليه اشمعنى؟ انت كل عايز احمد عبد الحليم حافظ يا محمود. خد بالك بجد والله البنك الاهلي مولك كام؟ بقول لك يا سعاده المستشار، هل ده وحش؟ معانا ميكي ماوس، معانا ميكي ماوس. بقول لك اولا انت عارف يا سياده المستشار، انت عارف ان انا بدرس في كليه الاعلام، ولازم الطلبه بتوعي يبقى عندهم المام بكل حاجه، وانت نفسك يا ممكن ده انت ما انت نص الفنان اصحابك، وانت يعني مش عشان مهنتك، لا عشان انت مرتضى منصور صديقهم، ماشي؟ صديق الرياضيين والسياسيين والبنكرز. موضوع فايز احمد بس يعني الله يرحمه. انا قبل ما انا بص يا استاذي الفاضل، انا في طريقي بنت الاستاذ محمود الشامي كويس، وده بياكد ان ده بياكد. حضرتك سامعني ولا اللي هي ايه تاني حته ايه؟ بقول انا في طريقي لفرح بنت الاستاذ محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد. فرح بنت محمود الشامي. مبروك. ايوه مبروك. مبروك. وده بيؤكد ان لا في خلافات مع اتحاد الكوره ولا في خلافات مع اي حد، لانه انك لما تيجي يكون لك راي والاخر مختلف عن هذا الراي، الترابيزه بتحكي زي ما الكابتن حسن قال وقبل ما انزل وشفته. نرجع للجنه الانديه. انت استاذ مدحت سالت ليه الاجتماع الاول هيتاخر ليه؟ نعم. الاجتماع اتاخر 2 ل5 لان في ناس جايه من المنيا وناس جايه من بني سويف. اوكي. في ناس جايه وناس جايه من مرسى مطروح. فما فيش علاقه بين اي حاجه في المواضيع اللي ناقشها، ان احنا اجلنا الاجتماع من 2 ل5 على ما كل الانديه اللي جايه من بعيد توصل باذن الله بالسلامه. اعتذار الاهلي والمقاولين. نعم. بالنسبه للاهلي والمقاولين هم طبعا مكسوفين الاثنين، وانا بقول قدام الكابتن مصطفى يونس للاسف الشديد النادي الاهلي الكبير العريق ما بجاملش النادي الاهلي. على فكره انا كنت في يوم من الايام عضو جمعيه العموميه، واخد بالك؟ وانا عضويتي في النادي الاهلي ما بتكتبش من الكلام ده تسبق عضويتي في نادي الزمالك، ومحمود معروف اللي عند حضرتك ده اصلا عضو في النادي الاهلي، عم جورج سعد كان عضو في النادي الاهلي. تمام؟ عايز اقول انه عايز دايما افرق يا جماعه بين مرتضى منصور رئيس الزمالك ونادي الزمالك. انا ممكن ابقى انسان فاسد، بس نادي الزمالك ده نادي كبير وعريق جدا. ممكن اكون انسان مرتبك في شغلي، لكن نادي الزمالك ده اهلي وهيدانه بعدي ان شاء الله. للاسف الشديد مجلس اداره نادي الاهلي في حاله ارتباك شديده جدا، وانا قلت قبل كده وتحديت حد يطلع يكذبني. يا جماعه الهبوط نادي الزمالك مش هيهبط. انا مش متحمس بتهمني مصلحتي الشخصيه، انا ليه وجهه نظر على الترابيزه النادي الانديه كلها وافقت عليها بمشيئه المقاولين ونادي الاهلي. طيب انتوا هتسيروها في اللجنه يوم السبت الثاني يا مرتضى بيه؟ هتسيروا الموضوع ده السبت وتاخدوا عليه فوتنج ولا مش هتسيروا الموضوع؟ لا ما انا ده عشان احنا خلاص واخدين القرار، واخد بالك؟ لكن النهارده لما نقعد على الترابيزه والنادي الاهلي وافق على قرار ونادي المقاولين على قرار مش توصيه، لان انا شفت التقرير قبل ما انزل المندوب بتاع حضرتك بيسال الاخ جمال علام هل انت هتلغي لجنه الانديه؟ لا جمال علام ولا مليون جمال علام ولا اللي مشغل جمال علام يقدر يلغي لجنه الانديه، لان احنا مش شغالين موظفين عند سيادتي. مع احترامي للاستاذ جمال علام كشخص ماليش علاقه بقى باتحاد الكوره، كشخصيه محترمه راجل صعيدي محترم، لكن لا يملك ولا يجرؤ. والكلام اللي قاله ده النهارده وانه احنا لو عايزين نلغي ونقول لا يا استاذ جمال لا تملك، احنا مش شغالين عند حضرتك، وعشان كده انت كنت فاهم غلط. نقلنا اجتماع اتحاد الكوره ان كل اجتماع يبقى في نادي من الانديه عشان. طب هتناقشوا ايه يا مرتضى بيه؟ النادي الاهلي كان زعلان الاول على الاشياء الاتيه. قال لك انا ضد الغاء الهبوط. تمام؟ قلنا له اتفضل يا نادي اهلي يا محترم قول الكلام ده على الترابيزه. ما غلطناش. قال لك قول الكلام ده على الترابيزه ويتناقش، لو الاغلبيه خدت براي حضرتك خلاص انا صوت.
تمام؟ نعم. رجع تاني قال انا عايز الدوره الرباعيه من دور واحد. على فكره من دور واحد دي لصالح نادي الزمالك علشان اللعيبه اللي احنا شارينا جداد نقيتهم في افريقيا. واخد بالك؟ نعم. لان الموسم لما يبقى من دور واحد يبقى ينتهي يوم 17/7 يعني يوم 18 انا فورا هبتدي اعيد ولادي. تمام؟ نمرة 3 قال انا عايز الدوري من مجموعه واحده. قلنا له انا اول واحد عايز الدوري من مجموعه واحده، ولجنه الانديه بس حضرتك روح صالح النادي المصري او النادي المصري يقبل تصالحه. محدش غلس في حد حضرتك، انما كل الكلام ده على الترابيزه. تاني على الترابيزه. نادي الاهلي نادي كبير، انا صممت يبقى في لجنه الانديه لان انت لسه قايل كان قبل ما اجي انا كان برضه خارج السرب وبيغرد خارج السرب بسبب البث الانفرادي، واخد بالك؟ وانا لما جيت صممت النادي الاهلي يبقى موجود. واقول تاني يا استاذ محمود طاهر، لو حضرتك عايز تبقى رئيس لجنه الانديه وتقود الانديه، شرف لكل انديه مصر ان يقودها النادي الاهلي من غير ما نتخانق، من غير ما اتخانق صلت وليد طب حضرتك ما قلتليش برضه يا مرتضى بيه هتناقشوا ايه يوم السبت؟ هم دول الثلاث حاجات يا كابتن. ما هو لا، ما هو بيقول ان اتخذ بيهم قرار ما هو قبل كده. الغاء الهبوط. لا ما هو قال انه انا بقول اتخذ قرار لحضرتك والدوره الرباعيه يعني هيتم مناقشتهم مره ثانيه. هو ده جدول ده جدول الاعمال. ده جدول الاعمال سياده المستشار. الثلاث حاجات دول جدول الاعمال ولا في حاجه ثانيه؟ انا اقول لحضرتك يا كابتن مصطفى. ايوه يا ريس. انت عارف يعني سمعت عن حد كده شبراوي جبان؟ لا طبعا يعني. ايوه ماشي. شبراويه زي بعض. هو انت لما اسمع بس، انت يرضيك يا استاذ مصطفى يا كابتن النادي الاهلي ان شوقي حامد في مجله الاهلي يشتم رئيس نادي الزمالك ببذاء؟ يرضيك؟ انت يرضيك مجله الزمالك تلميحا او تصريحا تقول كلمه عن رئيس النادي الاهلي؟ ينفع الكلام ده؟ لا ما انت ينفعش. يرضيك وليد الحسين اللي شغال في مكتب محمود طاهر في الجمهوريه النهارده مقاله كلها جديد؟ انت يرضيك؟ الكلام ده مش هيجيب نتيجه معايا، لكن اللي يجيب نتيجه ايه؟ اقعد على الترابيزه ورايك محل احترام وتقدير، وانا بقول لك من دلوقتي اتفضل تعال احضر الاجتماع، ولو عايز رئيس لجنه الانديه اتفضل، انا ما عنديش مشكله، دي مسؤوليه. نرجع بقى لجدول الاعمال. بالظبط. رجع النادي الاهلي قال لك ايه بقى؟ يعني قلت لك 3 حاجات: معترض على الهبوط، الغاء الهبوط، عايز الدوري من دور واحد، عايز الدوره الرباعيه. الدوره الرباعيه من رايح مكان واحد. تمام؟ جاتك تعالى اقول الكلام ده على الترابيزه. طيب هو مش هيحضر، الاجتماع هيبقى عباره عن ايه بقى؟ والله اللي يحضر ما يحضرش عنه محاضره. لا انا سعاده المستشار انا عايز اسالك حاجه ثانيه بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. يعني انتوا ناقشتوا الحاجات دي طبعا. انا اتمنى ان المهندس محمود طاهر يحضر وان يبقى في مكالمه، لان ما ينفعش النادي الاهلي رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك يبقوا مختلفين. دي هتضر بالكره المصريه وهتضر بلجنه الانديه، لان النادي الاهلي ليه وضعه وليه كيانه وليه اسمه. نمره واحد. نمره اثنين سعاده المستشار. سعاده المستشار نمره اثنين، هل انتوا درستوا حته عدم الهبوط ولجنه ماتشات رايح جاي من الناحيه الفنيه ومصلحه الكوره، ولا دي لمصلحه الانديه؟ طب تمام، كلام سؤال محترم. اولا انه رايح جاي دون يعني الدوره رايح جاي ده قرار اتخذ لما كان الدكتور كمال درويش رئيس اللجنه قبل ما جانا. خلاص؟ يعني انا رحت لقيت القرار ده موجود. تمام؟ يعني لا انا اعترضته ولا انا عرضته، ده قرار من الاول خالص. نمره 2، حضرتك بتقول لي هل ناقشتوا بالصعود والهبوط فنيا؟ احنا الجلسه الاولى اللي حضرها الاستاذ محمد عبد الوهاب وحضرها الاستاذ شريف حبيب رئيس نادي المقاولين، الاثنين وافقوا. وافقوا. انا ما عنديش توصيات، انا مش شغال عند حد. قرارات لجنه الانديه ليها قرارات. لجنه الانديه ما فيش رئيس نادي بيشتغل عند حد تاني. بقول تاني، لجنه الانديه ما فيش رئيس نادي بيشتغل عند حد، لا في اتحاد الكوره ولا غير اتحاد الكوره. خلاص؟ احنا لما ناقشنا اتعرضت وجهه النظر، وانا عرضت وجهه النظر من ناحيه العداله الرياضيه. هل في عداله رياضيه انه الفرق كلها بتلعب على ارضها، تلعب ان كل الفرق المهدده بالهبوط تقريبا هي اللي كانت بتلعب خارج ارضها؟ المصري، اتفاق بني سويف، الميح. خلاص ادي واحد. 2، حضرتك ليك وجهه نظر قولها، وقلتها على فكره. المهندس شريف حبيب في الجلسه دي قال وجهه نظره، قال انا يا جماعه موافق لكن انا معترض على ان احنا نعلن دلوقتي. تمام؟ لما جينا الجلسه اللي بعديها انت بتصدق المحضر اللي قبليه. تمام؟ اللجنه بالاجماع صدقت. حضرتك عمال تهاجمني ليه؟ بتشيلني انا ليه؟ طب خلينا ناخد يا مرتضى بيه، خلينا ناخد راي بعد اذن حضرتك. وحضرتك معانا فرج بيه عامر معانا على الخط، ناخد رايه برضه. فرج بيه مساء الانوار.
الانوار، ازيك يا كابتن مدحت؟ ازاي صحه سيادتك؟ اهلا وسهلا. برحب طبعا على ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ شحاته ومحمود. ازيك يا باشمهندس وازاي العمر ونهال والاسره؟ طيب قول لنا وجهه نظر حضرتك في انا طبعا سعيد وفخور طبعا، وبشكر طبعا لجنه الانديه والسياده المستشار مرتضى منصور على اختيارهم نادي سموحه ان تكون الجلسه موجوده، ومن خلال طبعا برنامج مدحت بن شلبي وحضراتكم موجودين. اتمنى ان النادي الاهلي واتمنى النادي المقاولين يحضروا هذا الاجتماع ويعبروا عن وجهه نظرهم ويتم مناقشه هاديه وكل واحد يقول رايه زي ما المستشار مرتضى منصور قال، يبقى نقاش ودي ونقاش في مصلحه الكوره وكل واحد يعبر عن رايه. صحيح. لو هم لهم وجهه نظر ويقنعوا الناس الموجودين، اكيد المستشار مرتضى منصور مش هيعارض هذا الكلام، لان في النهايه مصلحه الكوره ومصلحه الدوري الممتاز ده في مصلحه كل الفرق. وبس، واحنا عايزين زي ما سيادتك بتقول يبقى في وئام ونبدا مرحله جديده. صحيح. كلنا اخوه وكلنا صفاء، والزمالك نادي كبير قوي والاهلي نادي كبير قوي، والانديه دي هي القمه في الكوره، وهم دول اللي بيدوا للكوره طعم، وهم دول اصحاب الجماهيريه الكبيره جدا، ومعاهم الاسماعيلي ومعاهم الاتحاد ومعاهم المصري. فاحنا اتمنى من الله وزي ما سياده المستشار قال ان احنا كلنا نكون ايد واحده. طب فرج بيه، عندي سؤال بعد اذنك. ما تردش على السؤال. ما تردش. سؤال يا فرج بيه بعد اذن حضرتك. هل حضرتك تحب تقول على الهواء مباشره رايك في مساله الهبوط، ولا تفضل ان يكون هذا في الغرفه المغلقه؟ لا طبعا في الغرفه المغلقه، ان احنا كلنا انا بس اهم من الهبوط والصعود ومجموعه ومجموعتين، اتمنى ان كل الانديه تكون ايد واحده. صح كده. لان الوقت ليس وقت خلاف بالزبط. وليس وقت انشقاق. ومحمود بيه طاهر راجل عظيم بيمثل جمهور عريض جدا ونادي عريق، وشريف بيه حبيب بيمثل نادي عريق، ودول ناس محترمين، وسياده المستشار مرتضى منصور راجل حبوب وشخصيه لذيذه وراجل جميل وطيب وسهل جدا جدا التفاهم معاه بالود وبالحب. فانا بتمنى ان احنا كلنا نتفق نقعد وبعدين في النهايه بالحوار وبالنقاش الاصول هي اللي هتمشي. تمام. كابتن حسن اتفضل. محدش هيفرض رايه. باشمهندس، انا كان بعد اذنك كنت هسال السؤال ده لسياده المستشار مرتضى منصور، لان انا عندي في الثلاث بنود اللي سياده المستشار قال عليهم في بندين يعتبروا مرتبطين ببعض. انا عندي هو كان بيقول على الهبوط والدوره الرباعيه اللي هتتناقش يعني في جدول الاجتماع، الدوره الرباعيه من دور واحد وبعدين الدوري من مجموعه واحده. انا بعتبر الغاء الهبوط مرتبط بالدوري من مجموعه واحده. لو ما فيش هبوط يبقى لازم تبقى مجموعه واحده. ده من وجهه نظري. لو ما فيش هبوط يبقى مجموعتين. لو ما في هتعمل مجموعه 16. قصدي لو ما فيش هبوط اصل مجموعتين دي يا كابتن، لو في كابتن حسن لو ما فيش هبوط دي مش مصلحه الكوره يا جماعه. ده موضوع تاني. دي مش مصلحه الكوره خالص، ده كده بنهد الكوره. لو في هبوط مرتبط بالدوره من مجموعه واحده، الدوري من مجموعه واحده. يعني لو ما فيش هبوط يبقى مجموعتين. لو في هبوط ما فيش بالظبط كده يبقى مجموعه واحده، لان هي هتزيد. لو ما فيش هبوط الانديه هتزيد عدد، هيزيد عدد. طب سؤال حضرتك ايه بقى هنا؟ ما هو ده يعني هذا هو التعليق. يعني دلوقتي النهارده هم بيناقشوا البندين دول والبندين دول مرتبطين ببعض سواء في قرار واحد. طب هل يا فرج بيه انتوا واخدين قرار في المساله دي ولا ستعيدوا الحوار يوم السبت؟ انا حضرتك حضرت اجتماع لجنه الانديه يوم سياده رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب. ما حضرتش الجلسات السابقه، كان بينوب عن النادي الدكتور اسماعيل فايز. مظبوط. فانا مش ملم بما يعني باللي حصل. يعني سيعاد العرض يعني. لا ما اعرفش، ده بقى سياده المستشار مرتضى منصور هو اللي بيقول كده. اوكي. هو اللي عارفه، هو ادرى بنقاط الاجتماع، لان هو اللي دعا الاجتماع ورئيس لجنه الانديه. نعم. اكيد هو عارف يعني جدول الاعمال. طب خلينا اقول اقتراح. نسال سياده المستشار برضه معانا هو على الخط. انا عايز مرتضى بيه هو اللي يرد. انا عايز المستشار مرتضى هو اللي يرد ساعه المستشار. لا انا عايز اخرجه من الزاويه دي يا كابتن مصطفى. خليني لا مؤاخذه فرج بيه، خليني اقول اقتراح مرتضى بيه بعد اذن حضرتك. انا بس الاول عايز امشي على المهندس فرج عامر. ماشي على سيادتك يا سياده المستشار، وانت وحشني جدا جدا جدا. جايين لك يوم السبت ان شاء الله باذن الله. هتيجي وكل الانديه هتيجي. انت راجل طيب وابن حلال وشخصيه محترمه وبتبذل مجهود. يا باشمهندس يا فرج بيه حضرتك حضرت معانا اجتماع السيد رئيس الوزراء. حصل. حضرتك اجتمعت معانا السيد رئيس الوزراء مظبوط؟ فرج بيه
بيقول لحضرتك مظبوط. ايوه يا فندم، ايوه يا سياده المستشار. حضرتك في الاجتماع وانا لما قلت الكلمه الافتتاحيه انا مش دافعت عن مصالح النادي الاهلي. مظبوط. دافعت عن مصالح الزمالك في غياب النادي الاهلي، وطلبت بجماهير الاهلي تحضر المباريات مره اخرى زي كأن انا بالظبط مسؤول عن النادي الاهلي. رئيس الوزراء يتدخل في الصلح بين الاهلي وبين المصري. تمام مظبوط. تمام. انا شاهد على ذلك، جميل. اتكلمت عن النادي الاهلي اكتر ما اتكلمت عن نادي الزمالك، وده بيتقال على الهوا اهو. نقطه جميله طبعا. دي نقطه جميله يعني. وانا عايز اقول لك على حاجه نبني عليها. نعم. نبني على الكلام ده. هو المستشار مرتضى منصور مضايقه التجاهل. هو وجهه نظره ان لجنه الانديه الناس تجتمع، في النهايه مصلحه الكره هي اللي تتعمل. مفيش حد هيفرض رايه على حد، بس هو اللي مزعله، وطبعا ده ممكن يزعل انديه اخرى، هو التجاهل. نعم. الاهلي ده نادي كبير ونادي عملاق، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم، والزمالك كمان. فطبعا لو الاهلي موجود والمقاولين العرب موجوده هيضيف الى اللجنه اضافه كبيره قوي، وكله بالنقاش وبالحوار. طب ممكن اقترح حاجه بعد اذنك يا فرج بيه، بعد اذنك يا مرتضى بيه. تحت امر السيادة. طيب انا بقترح بعد اذن حضراتكم الاجتماع ده اهو، يعني طبعا احنا هنناشد الاهلي دلوقتي، لكن الاجتماع ده اهو انا يعني اقتراح، هاتوا معاكم يا مرتضى بيه 5 من خبراء كرة القدم خارج موضوع اللجنة، 5 من الخبراء، يعني الاسماء اللي معروفة ليها باع عظيم في كرة القدم، الكابتن حسن، الكابتن الناس اللي حضراتكم عارفين ان ليهم فكر جيد وراقي في كرة القدم، وخلي الحوار زي ما قال الكابتن مصطفى يشمل الجزء العدالي والجزء الفني، بحيث حتى لما تطلعوا بقرار يبقى قرار فيه قناعة لدى الرأي العام الكروي بشكل عام. ده اقتراح. طب ممكن اقول يا استاذ مدحت، ممكن اقول حاجه بعد اذنك؟ اتفضل. الكابتن حسن شحاته قال كلام مهم جدا دلوقتي، انا اتفق معاه. حضرتك عايز تلغي الهبوط، اعمل لي دوري مجموعه واحده. طبعا. خلاص؟ طبعا. ليه بقى؟ لان ده اللي صالح الكوره. طبعا. لكن طول ما في دوري مجموعتين مش هتفرق 11 نادي في المجموعه من 13 نادي. فرق ماتش، ادي واحد. 2 فالكوره في رجل النادي الاهلي، مش رجل انه يقبل التصالح مع النادي المصري، ادي واحد. 2 مشكله الزمالك والاهلي المفتعله اللي اصبحت مشكله الاهلي مع كل الانديه. طب انت يا استاذ محمود مثلا مخاصم مرتضى مثلا، طب الاستاذ فرج عامر ماله ده هو صاحب الدعوه. طب خلينا نقف عند النقطه دي، يعني حضرتك تقصد لو ما فيش مشكله في لقاء الاهلي والمصري والاهلي لا باس من مجموعه واحده. تمام، انا موافق وباصر. كلام محترم. خلاص احنا قربنا المسافه في الحوار اهو. خلاص يعني حضرتك كرئيس لجنه الانديه حريص على ان يكون هناك لقاء الاهلي والمصري امنا. بالظبط كده. عشان ولادنا ما حدش طفل اصغر، بص يا فندم، اصغر شاب للاهلي او الزمالك بالدوري كله. طب استاذنك الكره دي نبصيها ببطن رجلنا لوزاره الداخليه، هي اللي تقول لنا. لا وزاره الداخليه بص يا فندم، اسمعنا يا استاذ مدحت، اللي مزعلنا من يعني مجلس اداره النادي الاهلي ايه؟ ان في اجتماعنا مع السيد وزير الداخليه ما رضيش يجوا. في اجتماعنا مع السيد رئيس الوزراء بصراحه ما عندهمش حق، بصراحه ما عندهمش حق. اجتماع لجنه الانديه ما رضيش. وبعدين قال لي عليك يا استاذ مدحت ان السيد رئيس النادي الاهلي يقول لك انا ما بحضرش عشان انا مش كومبارس. قال لي عليك ذلك يتحدث عن اصغر نادي او اكبر نادي في مصر بهذه الطريقه، كلنا زعلانين. لكن انا مع ذلك يا كابتن مصطفى انا بقول لك تاني قدام مصر كلها اهو، انا بكلمه لان مصطفى المهندس محمود طاهر قال الكلام ده فين يا سعاده المستشار؟ لا ده قالوا به صوت وصوره. صوت وصوره؟ اوكي. ده كان في اجتماع مع استاذ وزير الشباب وطلع عنه. ومع ذلك خلاص انا بقول اهو قدامنا حل من 2 يا استاذ محمود طاهر. انا بدعو حضرتك، انا بقى رئيس نادي الزمالك، بدعو حضرتك ان تزور مجلس نادي الزمالك ومعاك مجلس ادارتك فوق دماغنا في الوقت اللي تحدده، او حضرتك اطلع ادعينا في بيان ونجيلك. تمام. احنا غلطانين في ايه؟ انا مش فاهم. انما حضرتك الشغل ده والشتيمه في الجرايد من بعض الولاد اللي ماسكين مطاوم مش اقلام مش هيجيب نتيجه، وفي النهايه هيولع بين الجماهير الزمالك والاهلي وكلنا خسرانين. فرج بيه عامر قال كلام في منتهى الجمال، قال ان لابد نتسامح الفتره الجايه كلنا. يا مدحت بيه اتفضل لو سيادتك سمحت لي من خلال برنامج حضرتك، وجود طبعا عمالقه الرياضه كابتن حسن ومحمود كابتن مصطفى يونس، ان حضرتك نقول للنادي الاهلي يمد ايده ونادي المقاولين، واحنا بنقول ان كل شيء قابل للنقاش. جميل. والنادي الاهلي يعرض وجهه نظره والمقاولين تعرض وجهه نظرها، وزي ما سيادتك بتقول يشرف طبعا
لجنه الانديه بعد اذن سياده المستشار مرتضى وكل الانديه، الكابتن حسن شحاته يشرف وينور، الكابتن مصطفى يونس يشرف وينور، محمود بن معروف يشرف وينور، والكلام كره القدم، واللي في وجود الاهلي وجود المقاولين وجود الزمالك وجود كل الانديه 10 على 10 يتم النقاش 10 على 10 يتفقوا عليه، واللي يتفقوا عليه 10 على 10 يتعمل بيه 10 على 10. انا بشكر حضرتك، بشكر حضرتك. في نقطه يا كابتن مدحت، في مدير فني في اتحاد الكوره اسمه فاروق جعفر. ما هو فاروق جعفر هو المنوط بكل الكلام دوت. كلمه اخيره حضرتك عايز تقول حاجه يا مرتضى؟ لا انا عايز حاجه الاستاذ مرتضى والنبي من حاجه سريعه، اتفضل. لا انا بس هقول حاجه يا استاذ محمود يحيى والنبي. يا استاذ مدحت، يا استاذ محمود، اتفضل. انا بصفه رئيس هذه اللجنه بدعو سيادتكم كابتن فاروق جعفر انهم يحضروا باذن الله اجتماع لجنه الانديه. اوكي. واحنا كمان ان شاء الله في اسكندريه. الموضوع انا اقاده في نادي سموحه. وعلى فكره احنا عاملينه في نادي سموحه الاسبوع ده، اللي بعديه ان شاء الله هيبقى في نادي المنيا، اللي بعديه في القناه الاسماعيليه بامر الله. طب حدد حضرتك يا اسماء، حضر الفنيين الكابتن حسن شحاته، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن مصطفى يونس، حط كمان 2 كباتن بتوع كوره على ابو جريش. اللي كابتن مصطفى وكابتن حسن يدعوا الناس اللي هم شايفينهم من الناحيه الفنيه. حضراتكم انتوا الاثنين ادعوا معاكم 3 كابتن فاروق و2 كمان، واجتماع يوم السبت الساعه 5 في سموحه. واحنا كومبارس يعني. وانا بقول يا استاذ فني. نعم استاذ مدحت، قبل ما اسمع الاستاذ محمود كان عايز تعليق يقول لي حاجه، لكن انا بقول اهو قدام الدنيا كلها، انا بدعو مجلس اداره نادي الاهلي، شرفنا في نادي الزمالك يزورنا، او النادي الاهلي يطلع بيان يدعينا هنروح. كلام محترم، واخد بالك؟ كلام محترم. لا لكن ايه احنا لا خلاص، اللي مش شايف النادي الاهلي نادي كبير وعريق ثاني بقول ثاني مره 100 يبقى ما بيشوفش. الله ينور، الله ينور. اشكرك يا مرتضى. لا لسه هنقول على حاجه بعد اذنك. لا معلش، في حاجه مهمه جدا بعد معلش الوقت جدا يا استاذ مرتضى. في يعني حاجه، وانا قلت لهم يعني هقول لك في الاخر، يعني في مظلمه او التماس، وقلت لهم هذا الرجل انا اختلفت معاه كتير جدا، لكن لما دخلت مجلس الشعب وبقيت قريب منه اقسم بالله لقيت قلبه بلون شعره، بني ادم قلب ابيض، ويزعق ويتخانق، في الاخر تلاقيه انسان جميل. فالزملاء الصحفيين في دار التحرير جريدة الجمهورية لهم عندك مظلمة، وارجو ان تعلنها على الهوى، اللي هم مقدمين اعضاء في نادي، يبقوا اعضاء في نادي الزمالك، ارجو ان تسعدهم بكلمه منك دلوقتي بقلبك الابيض اللي انا عارفه، وتقول لهم تعالوا قدموا ادفعوا الفلوس وخدوا كارنيهات عشان خاطري. بص يا استاذ محمود، عشان خاطري ما انا اقول لك بقلبك الابيض. يا استاذ محمود عشان الكابتن مدحت ما عندوش وقت. والله ما عندي خالص. والله يا استاذ محمود، اتفضل. من حق اي صحفي في مصر ينتقد من اول رئيس الجمهوريه لاصغر مواطن. تمام. بس مش من حق اي حد يطلع مطوه ويشتم في الناس. لما تكون جريده الجمهوريه، انا مع احترامي اخ اسمه ياسر بيشتمنا، الاخ اللي اسمه وليد الحسيني بيشتمنا بيشتمنا. ما هي برضه الجمهوريه دي ياما عملت لك صفحات ومنشطات وصفحه اولى وحاجات كتير يعني. اكمل كلامي يا محمود النبي عشان خاطر اكمل كلامي. انا راجل النادي الوحيد اللي عمل عضويات استثنائيه للصحفيين وفاتح قلبي ليهم اتفضلوا. تمام؟ وبقول لهم اتفضلوا فوق دماغي. حضرتك النهارده دي قضيه استثنائيه، في لجنه عضويه، حضرتك لما تقعد تشتمني انا اقبل قضيتك استثنائيه ازاي وانت نازل تشتم فيا؟ انتقدني، قول ما تشاء من نقد، قول انك انت من النادي، كسر النادي، بوظ اللعيبه، اي حاجه، لكن لما تقول ان انا سافل وقليل الادب وبذيء لن اقبل ذلك. خلاص؟ ومع ذلك تاني بقول لك ومع ذلك بقلبك الابيض. انا بقول لك اهو. انا بقول لك اهو مع ذلك هنبدا صفحه جديده من النهارده. اوكي. من النهارده بقول صفحه جديده. كل صحفيين الجمهوريه نادي الزمالك مفتوح ليهم وعضوياتهم هتستمر ان شاء الله. على فكره مش عضويات قديمه، احنا كنا بنتكلم كده. هو ده مرتضى منصور اللي قلت لهم عليه. هو ده. شكرا، اشكرك يا مرتضى بيه. اشكرك شكرا يا فرج بيه. اشكرك شكرا جزيلا. اذا